لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني 1435 لوانا كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامدي رب العالمين وهي وادان ايوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. دیار وەکو ابن عاشور دەڵێ مناسبە و ئاتە لەگەڵ ئاتەکانی پێشووتر کاتێکەوە أنه لما كان الوعيد مؤذنا بإمهالهم قليلا کاتێکەوە خۆی گەورە هەڕەشانی لێ کرد ئیتر هەڕەشەکەش ئاماژەی بۆی تێدا بکەوە کەمێک مهڵەتیان دەداتێ لەبەرەوەی دەفەرمی فسوف يعلمون کەوە ئەو سوف حرفی تەنفیسە كواتا مهلتي تدا دم دسني أو وعيدة. طمأن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم. ليردا ضلنا باي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بوي كوا الله تعالى آقادار كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلي تي تدا لآزارداني أوان آقادار كوا كو خفد دخوا لو شريكي كأوان برياردن لبخواي قورو لو استزاي كبرانبر أو ديكن لويا فرماني بيدك خورا قربة كاروباركان بجيرو لاي پروردگارد. اتر الحكمة في إمهالهم راستي حكمة لا إخوائي قوره هيا كوا لبرسي مهلتيان بيداتن لو إخوائي قوره سبحانه وتعالى لو جملة يدا كوا بلام قسمه حرف تحقيق دس بيدك تفهم ولا قد بالتأكيد وبالتحقيق بس وين نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون كوا توينا لنعلم يا رسول الله أنك يضيق صدرك يا رسول الله أقادارين كوا ضلت تندبي سينجت تندبي بسبب ما تسمعه من مشركي قومك بسبب أوي كوا أوي داي بيستي لمشركة كان قومك لوي كوا أتبدروا الزانن قالتت بيذا كان تانا لديني خواي قوردنا سبحانه وتعالى. ولقد نعلم فيه تحلية الجملة بالتأكيد كواتا جملك بالتأكيد خواي قورد سبحانه وتعالى بوشي باسي ذكا ولقد لام توكيد قسمي وقد تحقيق لإفادة تحقق ما تتضمن من التسلية تاوك أودل نوايا محقق بلا صلى الله عليه وسلم وليس المخاطب ممن يداخل الشك في خبر الله يدي وك خطاب اللي قصدك أخوي جور سبحانه وتعالى كرسول الله لو كسانني كشك جمال الله خطاب أخوي جور سبحانه وتعالى ولكن التحقيق في قوله بلانك بالتحقيق دفن ولقد كناية عن الاهتمام بالمخبر هو بلقي سرتي أما جيبوا كوزور جرينجلاي موقزية وأنه بمحل العناية من الله بيغمر صلى الله عليه وسلم كاسيكا لجرت ساوديري خواي قوري سبحانه وتعالى وكاتك هذا ولقد نعلم بصيغي استقبال وتدزانين لإفادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يجيب من أقوال الكفرة كواتل استا ولداها توش آقادارين أوان تسيد لينو تسيد كانوا كأتوش ضلت بيتون ده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك كواتا فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم كواتا تسبك لو دلتون دي كوا مقابل بإيش وآزار وقال تزاري مشركين تسبكي باشا فافزع فزع وتهانابب لو كارباراني فيما نابك من أمر تكرهه منهم لو كارباراني كوا لهلويستكاني أوان أتدلت بيتون دخفتي دخوي هاناب بشيويك لبخواي قولا. فسبح بحمد ربك أي إلى تنزيه ربك عن كل ما يليق به كواتا تسبيح رب الوردقار بك ذكر بك تسبيح بك حمد سناي بك تسبيح بك تنزيه بك بباتشي بناسكوا الله تعالى باك ترى لويكوا
هەر شتێک کە لێی ناوەشێتەوە مشریکەکان دەیدەنە پاڵ ئەو و هەروەها حەمد و سەنای پەروەردگارت بکە کەواتە تەسبیحەکە متەلەبیسەن بحەمدی هەم تەسبیح هەم حەمد و سەنای خوای گەورە بکە سوبحانەهو وتەعالە وكن من الساجدين وافزع إلى الصلاة لربك بروهانا بلو پروردگار لرقاي نويش كردن ورا ريزي أو كسانك وكرنوج لبو پروردگاريان دبن كرنوج لبو پروردگاريان دبن كواتا لك باشترين علاج لبو خم خفات بتايبتي خم خفاتي كوا لبو دين بي تسبيح وتحميد خواي قولي سبحانه وتعالى تسبيح بكي كذلك سبحان الله بقناعة ويقين الله تعالى زور باك منزهة لهمكم كورتيك حمدي بك الله تعالى متصف ووصف ذكر بها مو صفات كمال سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله وبروهانا بلبون ويشكردون السوز دبردن بخواي قولا شنقيتي ضلي في ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء كاتكوا خواي قول سبحانه وتعالى فرمي لدواي أو كوا دزاني خواي قول آقادارة كرسول الله ضلي تندبوي أوان ديلين وأوان ديكن للشرك ولا تكذيب ولا استهزاء يترفرماني بيدا كاتن بوي كوا تسبيح وتحميد ونويج بكاتن ضلي كوا تأوى دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه فعلا وبلغيه تسبيح وتحميد وذكر إخواه نويش كردن السبب يشي زور باش لبو لا توني خم وخفات لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة كاتك وخم وخفات يقروي تذكر زو دست پیش خريدك لبو نويش وهروها خواي جوج دفن واستعينوا بالصبر والصلاة لسورة البقرة السلوبين داوايا المتيب كان لخواي جور بسي بآرام قرتنو بنويش كردن فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه فات مسلمان هركاتك ناخو ششتوشات أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها لو هل ناخو شش بسرهات واتساك زو هانا لبو خواي جور بسي بذكر وتسبيح وتحميد بنويش وهلو عشان قيت ضلي ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة وكن من الساجدين الريزي أو كسان بك سجدبا كاتم بس نويج بك لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم أنه موضع السجود يعني هندق لزانان دلين وكن من الساجدين إيريك لزوجاني كسجدة تلاوي ده والله دفن جمهور علماء دلين لرد ما بس سجدانية ما بس نويج كره نويج بك وكن من الساجد ولا الريزي نويج خينان بتاي بتيش سجدة لبخواي وربه رأي جمهور علماء أو كيرت زي جاي سوزدا بردني تلاوة النية مالكو فرما كردنا بنويش كردنو بتاي بتيش لنا ونويجا كان سوزدا بردن ابن عثيمين لشرح رياض الصالحين دلي خواي قول سبحانه وتعالى فرماني كرد التسبيح وحمدي بكي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يخون لدواي أو كوا فرموي أما أقادارين كوا دلو تندبوي أوان ديلين لأن المقام هنا مقام يحتاج مقام كواي أو زيجا يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحمدي أو حالته لدوائك وفرمي إما أقادار دلتون دبوي أوان ديكن إنزا تسبيح وتحميد خواهي قولوا كدلي أو مقامة أو موقفة بيسبة تسبيح وتحميد هي من هذه الضائقة التي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم لو نأخذ شيء كواب سريهاتيا لا دس قريشي يعني نزهه عن كل ما يليق به خواهي قولوا بباك بناسا لهم أوشتان كوا لائق يبو واعلم أن الذي أجراه الله سبحانه وتعالى فهو في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة وبزانة أو كاروبارو قدرانا بوشي ويدقوزره أو بر حكمتي تدا أو بر رحمتي تدا لبو إيمان داران لو يا شهاني أو يا خواهي قول الحمد لله لسر بكري إنزا لكوتا آد فرمي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إتار وكو بقاعدة لي كاتك وخواهي قول سبحانه وتعالى فرمان پیغمبرکه صلی الله علیه و سلم بعبادت اشتایبت لیرا بگشتی لو در فرموی تنها تسبیح و تحمید و نویش خوین با لیرا فرموی واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وتقرب إلى ربك نزيق بولا پروردگار على وجه الذل والخضوع والمحبة له نزيق بولا پروردگار بشويك زليلي بنوينه ملكتي بنوينه بو پاری خوشويستيد وداوم على عبادته بردوام بلسر عبادة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك حتى وكمردين دي تسرد لنا عبادة داي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أبي السعود دلي حتى يأتيك اليقين فيه إسناد الإتيان إلى اليقين الذي هو الموت
طبعا يقين بمعنى مردن دي ليرو لسندين زي قالت القرآن بيروز تفرمي اتيانك دايترا درايت بال يقينك حتى يأتيك اليقين يقين حتى دي ثلاث كواتا للإيذاء بين متوجه إلى الحي طالب للوصول كواتا مردن الطالبة لبو كسي زندي مردن بدواي دادي حتى يأتيك مردن بدواي دادي سبحان الله. وهروها لسورة الجمعة فرمي قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم نكر بدواي دادي روبا روشتان دبيتو كواتا براستي إما لهمو لا مردن لبو ماندي بيوست استعداد لورجرين لحديثك كإمام بخاري روات كأم علاء أنصاري دجرت خوالي رازبي تفرمي لما توفي عثمان بن مضعون عثمان كرم مضعون كوفاتكر يقدر أصحاب خوان لرازبي في أنصار أما عثمان فقد جاءه والله اليقين عثمان والله يقيني جيشتكوات أو حد تجبل غير سر أو يقينا بمعنى مردن دي عثمان والله مردني بيجيشت عثمان مردني بيجيشت ابن رجب دليل لطائف المعارف عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله كردوي إيمان دار وعبادتي إيمان دار توانب حتى أزلي دي وكو حسن دليل إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت الله تعالى لبو كارو كردو عبادتي إيمان دار كاتج ديارنا كري حتى مردنا قاسري إن زاو آتي دفرمو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رازي دلي ليرة برسال أي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات فائدة كيك فرمي حتى يأتيك اليقين يا مش ما أنت زانين كاتك مردي تواو تكليف لسد هلا جيره المراد منه واعبد ربك في زمان حياتك فبس أوي حتى لجيان دا عبادتك ولا تخلي لحظة من لحظات الحياة عن هذه العبادة أقادار بهيج شيء يك لحظة للحظات جيانت باخالي نبي لعبادة لا دير تعارض العقل والنقل ابن تيمية دلي ظن طائفة من ضلال المتصوفة هندك لقمراكاني صوفيان وقمان دبن غاية عبادات أوي حتى وكو معرفة لو دروز دبي ناسيني خواهي قولوا بيقين دا ناسي كاتك واقيشت يقين لناسيني خواهي قولوا عبادات لسر نامينه إنزا أو آتج دخين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويزعمون أن اليقين والمعرفة إنزا ادعاء كان والله خواهي قولوا حتى يأتيك دائم قيشت ما يقين لمعرفة خواهي قولوا عبادات من لسر نما ضلي وهذا خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير وغيرهم راستي أو تيجيشنش سقطوا هلايا بإجماع مسلمانان بتايبتي بإجماع أهل تفسير فإن المسلمون متفقون هم مسلمانان متفقا علماء إيمان دارا متفقا بويكوا عبادة هم عبادة كان بتايبت شنو كان وهم عبادة كان وهو الدور كوتنو لهم محرمات كان حتى إنسان جيان لا شيء داهية پێویستە هەمووی ئەنجام بدە ولو بلغ ما بلغ ئەگەر لە مرتبەی ناسینی خوای گەورە بگاتە هەر مرتبەیەک هەتا کەس لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کەس لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خوا ناستر و کەس لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زیاتر خوای گەورەی نەناسیە ئەوجا هەتا وفات دەکا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەردەوامە عیبادەتەکانی کە بەڕاستی ئەوەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئەو کەسەی وا ئیدعا دەکات وەڵام یەقینم لێ هاتووە پێویست بە عیبادەت ناکە بەڕاستی زۆر بە هەڵەدا چووە وەکو لە درێژەی قسەکەی ڕاستی نوێش تەنها لەسەر کەسێک لا دەکەوی کە ئافرەتە لا حرج في بيان دين لحالة بينويجية يان لدواي من دالبونة يان كسك عقلي لدز بدا أجرنا نويش واجبة حتى أو كسا جيان للا شيء دامايا إتر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين پروردگار پرسته حتى أو كاتي يقين دقاته هو بده همو لحظات جيان عبادات بي أنواع عبادات شيء أنواع عبادات لبرو براستي بختوري أو إنساني لما دا أو عبادتك وادي كار بفرورجا أجنها والله إخوي جورا بينياز برامبر بهمو خلشي إيمين محتاجين بخوي جورا سبحانه وتعالى وخوي جورا زاني بختوري إيما لويداك وراستي عبادتي بكين حتى أو كاتي يقين دما قاتي كمردنا لوش مردن وقف صلى الله عليه وسلم إيش بيقيني لك دايتوا لبروي كسي مسلمان وكافر كاتك كدمري دقاته يقين شكو معني نامين كسي كافريش كدقات السلامرك كملائكة كان بس ياخذ بيني تواو يقيني ديك وهم أوشتانا راست درسته بلام أيمن مسلم بفضل إخوي جورا لا بيش مدنش لجيانيش ما ده بإذن إخوي جورا سر يقين كهمي راست درسته
و بە ئیزنی خوای گەورە لەگەڵ مردنیش دەرگای ڕەحمەتی فراوانی خوای گەورە ئیتر لەناو لە ژیانی بەرزەخ و هەروها لە قیامەت لێمان دەبیتەوە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.